السلام عليكم يا جماعه، عاملين ايه؟ رمضان كريم، صايمين ولا زي كل سنه؟ ما علينا. بصوا يا جماعه، هو في الحقيقه انا عامله الفيديو ده مخصوص لانه له علاقه بفيديو سابق كنت اتكلمت فيه على نظريه ما كده من نظرياتي طبعا الرائعه. في الحقيقه انا السنه دي بتفرج على يعني يجي 17 18 مسلسل فانا بنهار. بس في الحقيقه النهارده انا حابه اتكلم عن واحه الغروب. مش هتكلم عن المسلسل نفسه في الحقيقه، والمسلسل طبعا جميل جدا، هو ملحمه فنيه وابداعيه يعني. ده في موضوع تاني هنبقى نتكلم عنه. بس في الحقيقه انا بعد مشاهده اكتر من 8 حلقات من المسلسل، وفي الحلقه حوالي الثالثه اعتقد ظهرت منة شلبي في دور كاترين الايرلنديه. تمام. منة شلبي او كاترين بقى، يعني الشخصيه دي بتاكد لي النظريه اللي انا كنت اتكلمت فيها قبل كده. فاكرين نظريه محي الهوا؟ فاهم ازاي؟ شوف بقى الفنانه منة او يعني كاترين الشخصيه وهي بتقول محمود حضرتك يا فندم، انا نفسي ابقى محمود. يعني فعليا انا بتفرج، انا يعني انا كمشاهده في ته مربوطه، انا نفسي ابقى محمود. انت فاهم ازاي؟ فيعني فاهماني؟ واخده بالك؟ اتفرجتي؟ شوفي الجزئيه دي. مبدئيا لو عندك في حياتك اي محمود اتمسكي بيه وحاولي تسجلي الاستاذه منى بتقول محمود ازاي وقوليها، حتى لو هي المفروض انها اجنبيه بتتكلم عربي، لا قوليها كده صدقيني، قوليها كده واكسبي، هتكسبي والله. المشكله انها خسرت للاسف لان محمود بيخونها which is يعني حاجه رهيبه، يعني فاهم ازاي؟ بس صراحه خالد النبوي فيعمل برضه هو اللي هو عايزه، يعني براحته خالص، برنس في نفسه جدا. بس في الحقيقه وهي بتقول محمود انا اعلمك اتيكيت محمود، يا خبر احوس يا لهوي، ده ليه كده؟ فاهم ازاي؟ مش مهم. طبعا احنا اضف الى موضوع محمود والهوى الفظيع ان هي ريد هيد، يعني فالموضوع برضو فاهم دي حاجات ليها علاقه بالجينات. بص هو الموضوع كله انت اضف اليه ان هي منة شلبي وانت مش منة شلبي، فالموضوع طبعا يعني اوريدي احنا خسرانين كده يعني فاهم، بس احنا بنحاول نقلل الخسائر الممكنه يعني عموما. فاحنا بنحاول بقى قدر الامكان ان احنا نظبط بقى الموضوع بتاع محمود ومحي والكلام ده كله، لانه في الاخر يعني احنا كبنات يعني النظريه دي واضح انها يعني ساريه جدا وحقيقيه جدا، ونتمنى كلنا ان احنا نتبعها. وعليه نصيحه عامه ان احنا ممكن نبدا في دروس تقويه، فنبدا ان احنا نقعد نتفرج على مسلسل وحده الغروب بدايه من الحلقه رقم 3. تمام. الحلقه ال5 مدهشه، ممكن نتفرج عليها، في خناقات كمان، فعشان برضو تستشفي منها طريقه الخناق برضو بتبقى عامله ازاي، لان ما بتتخانقش خناق عادي، بتتخانق خناق كده برضو انت يعني هي بتتخانق وانت بتحبها برضو، فالموضوع مقلق يعني مش ممكن. فاهم ازاي؟ فانت ممكن تتفرجي على الحاجات دي ونحاول ان احنا بقى ايه نطبقها في حياتنا. يعني هو هيبقى طبعا حاجه غريبه انك مصريه وبتقولي محمود، بس واي نوت؟ فاهمه يعني؟ هي جت على دي الغريبه، ما احنا يعني احنا بنعمل حاجات غريبه كتير، ما جاتش على دي يعني. فاهمه ازاي؟ فنحاول يعني على الله. فاحنا بنجرب كل حاجه، عارفه ازاي؟ اللي هو يعني احنا جربنا اللي هو ايه، يعني اخدنا حاجه من قطر وعملنا له ستوك على الفيسبوك، شربنا لبن يمام، عارفه الحاجات دي كلها عملناها. فاهمه ازاي؟ فممكن نجرب نقول محمود، ما حدش عارف. ممكن لو قلنا محمود يزيد اهتمامه، يزيد حبه، يزيد اي حاجه عموما. ما يزيدش بقى ده يبقى يرفتك انت محببه، ده موضوع تاني مش مشكلتنا. بس عموما يعني انا احب اشكر منة جدا لان هي عظيمه، مبدئيا عظيمه، واحب اشكرها بالذات على تفصيله محمود وانه لامر محمود فعلا. صوما مقبولا وافطارا شهيا.